السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. الفيلم بيبدأ مع وزير الملك وهو رايح عند بيت فقير في القرية وبيدور على واحدة اسمها يوبريتا، وبيعرفها إن الملك مات وسايب لها مرسوم بيثبت إنها تبقى وريثة المملكة كلها، وبيديها مفاتيح القلعة وبيقول لها تنقل فيها هي وجوزها ماكس، واللي هيكون هو الملك بطبيعة الحال بعد ما مراته بقت الملكة. وفعلا الاتنين بينقلوا على القلعة، وهناك بيكون طقم الخدم والحراس في انتظارهم علشان يعرفوهم ازاي يلبسوا وازاي ياكلوا ويعيشوا حياة الملوك. وبيكون في احتفال كبير لكل ملوك وملكات الممالك التانية علشان يرحبوا بيوبريتا وماكس. وبتتعرف يوبريتا على الملكة أوبري وجوزها الملك ويليام وبيكونوا أصحاب جدا. وبعد شوية في الحفلة بتوصل الملكة ويكسام واللي عندها مجموعة كلاب مدربة على أعلى مستوى، وبتقول إن الكلاب دي هي قضيتها. وبعد ما الحفلة بتخلص بتقعد يوبريتا مع أوبري وبيتكلموا إن ويكسام معاها القضية اللي كانت يوبريتا نفسها تمسكها وهي قضية الكلاب. عشان كده بتروح هي وأوبري على ملجأ الكلاب الضالة، وبتقرر إنها تاخد مجموعة منهم وتربيهم وتعيشهم حياة الملوك علشان تثبت إن الكلاب الضالة لو لقت الرعاية والاهتمام المناسبين هتكون زيها زي أحسن الفصائل. في الأول أوبري بتحذرها إن الموضوع ده هيعمل لها مشاكل مع ويكسام، لكن يوبريتا بتكون مصممة إنها تاخد الكلاب الضالة دي. بعد كده بتروح الملكة يوبريتا والملك ماكس علشان يقعدوا في اجتماع مجلس الملوك، وبيكونوا عايزين يلاقوا حل للحرامية اللي بيسرقوا الحقول. وبيكون رأي الملوك كلهم إنهم لازم يتخلصوا من اللصوص دول ويقضوا عليهم، لكن ماكس بيكون عنده وجهة نظر تانية، وهي إن اللصوص دول لو لقيوا شغل مش هيسرقوا. عشان كده بيقول لهم إن الحل الأحسن إنهم يتفقوا معاهم إنهم يشغلوهم، وكل الملوك بيكونوا معترضين وبيقولوا إنهم مش هيتفقوا مع شوية لصوص في الآخر، لكنهم بعد كده بيوافقوا وبيقولوا إن ماكس هيكون هو المندوب بتاعهم، هو اللي هيروح يتكلم مع اللصوص بنفسه. فعلا بيروح ماكس وبيتكلم مع واحد من اللصوص واللي بيكون ابن عمه، وبيقنع صاحب المزرعة اللي كانوا بيسرقوها إنه يديهم فرصة يشتغلوا عنده. صاحب المزرعة بيوافق وبيقول لهم يجوا بكرة الصبح علشان يبدأوا شغل. وبتنجح نظرية الملك ماكس قدام كل الملوك. والناحية التانية بنشوف الملكة ويكسام لما بتعرف إن يوبريتا اشترت مجموعة من الكلاب وبتدربهم بتقول إن دي القضية بتاعتها، وهي بتتضايق وبتبعت جواب ليوبريتا وبتتحداه فيه مين عنده كلاب افضل من التاني، والاتنين بيتفقوا انهم يعملوا مسابقه قدام المملكه كلها. في الوقت ده بتكون يوبريتا قاعده مع الملكه وبري وبتتكلم معاها في انها لازم تلاقي مدرب للكلاب بتاعتها علشان تكسب المسابقه دي باي شكل، وبتروح علشان تدور على واحد اسمه الدكتور روجرز وبتتفق معاه انه يكون هو مدرب الكلاب بتاعتها. في الاول الدكتور روجرز بيكون مش موافق بسبب انها اهانه ليه وللعلم اللي بيقدمه، لكن لما بيعرف المقابل المادي بيوافق على طول. فعلا تاني يوم بيروح روجرز وبيلبس لبس كلاب وبيدخل علشان يدربهم. نشوف الملك ماكس وهو بيتمشى في الشارع بالعربية بتاعته، وبيشوف واحد رسام اسمه ماجنس وهو نايم على الأرض وبيحاول يستخبى من المطر باللوحات بتاعته ومفيش مكان يبات فيه. فبينزل ماكس وبيتكلم معاه وبياخده على القصر علشان يرسم صورة كبيرة ليوبريتا. ولما بتشوف يوبريتا الصورة اللي اترسمت ليها بتكون فرحانة جدا ومعجبة بيها. بعد شوية بيجي ميعاد المسابقة بتاعت الكلاب. الجولة الأولى بتكسب كلاب يوبريتا، والجولة التانية بتكون من نصيب كلاب ويكسام. في الجولة الأخيرة بتقدر كلاب يوبريتا تحسم المسابقة لصالحها وتكسب، وده بيخلي ويكسام متضايقة منها جدا. وبعد ما بيخلصوا بتروح يوبريتا علشان تشوف الصور الجديدة اللي عملها ليها ماجنس بمناسبة الفوز. والملك والملكة بيطلعوا علشان يبلغوا كل الشعب بخبر مهم، وإن الملكة حامل وهتجيب لهم ولي العهد قريب. والمملكة كلها بتحتفل وبيكونوا فرحانين جدا هما الاتنين. ولما بتبعت يوبريتا لأوبري علشان تعرفها بحملها بترد عليها أوبري إنها مستنية اليوم اللي تولد فيه بفارغ الصبر علشان متشوقة تشوف ابنها هيكون إزاي، وهي واثقة إنه هيكون جميل جدا. بتعدي سنين وبنشوف الأمير ديريك ابن يوبريتا وماكس لما اتولد وكبر وبقى يتدرب على رماية الأسهم في الحديقة مع الملك ماكس. وبتطلب الملكة يوبريتا من روجرز إنه يكون هو المعلم بتاع ابنها ديريك ويخلي باله منه. بعدها بيروح الملك ماكس علشان يحضر اجتماع جديد مع الملوك، وبيكونوا عايزين يلاقوا حل لمشكلة القراصنة اللي بتغزو أراضيهم. ماكس بيقول لهم انه هيعمل زي ما عمل المره اللي فاتت مع اللصوص ويتكلم معاهم ويلاقي لهم شغل، لكن الملوك كلهم بيكونوا معترضين وبيقولوا ان القراصنة عايشين في البحر وبس ومش هيوافقوا بنفس الاسلوب اللي نفع مع اللصوص، علشان كده بيقرروا انهم يهاجموهم بالمدافع. لكن ماكس بيقول لهم انه عايز فرصه يتكلم فيها معاهم الاول وبعد شويه يشوف. وفي نفس اليوم بالليل بيشوف حارس المناره ان سفينه الملك ماكس اتحركت في الفجر لوحدها. تاني يوم الصبح بيجري على اجتماع الملوك علشان يعرفهم باللي حصل. في الوقت اللي هما بيتكلموا فيه بيسمعوا صوت مدافع قريبه من المينا بتاعه المملكه، ولما بيبصوا بيلاقوا سفينه تابعه للقراصنه قريبه منهم. بيقولوا ان ده ممكن يكون احتفال من القراصنه انهم اخدوا الملك ماكس، علشان كده بيقلقوا كلهم وبيقرروا يروحوا في رحله بحريه علشان يدوروا على الملك ماكس. فعلا بيروحوا مع بعض وبيشوفوا الحطام بتاع سفينه ماكس والمذكرات بتاعته في الميه، وبيعرفوا انه دخل معركه مع القراصنه واتهزم فيها، وبيكونوا كلهم زعلانين انه مات. لما بيرجعوا على المملكة مرة تانية وبيقولوا ليوبريتا بتكون زعلانة جدا وبتفضل تلوم ماكس على اللي عمله،
وانه اتهور وراح لوحده علشان يتكلم مع القراصنة، لكنها بتطلب منهم ان محدش يقول للامير ديريك اي حاجة علشان هو لسه صغير ومش هيفهم. الملك ويليام بيقرر انه ياخد باله من ديريك ويربيه كأنه ابنه بالظبط، خصوصا ان الملك ويليام لسه ما خلفش لحد دلوقتي وما عندوش اولاد. فعلا بيربيه الملك ويليام وبياخد باله منه، لكن بعد سنة بتولد الملكة أوفري بنت، والملك ويليام بيكون فرحان جدا بيها وبيسميها أوديت. لكن المشكلة ان الملكة أوفري بتموت وهي بتولد، بيخلي الملك ويليام زعلان وبيدخل في نوبة اكتئاب وحزن وبيقفل على نفسه من غير أكل ولا شرب، لحد ما الخادمات بتوعه بيقرروا يبعتوا للملكة يوبريتا تيجي تتكلم معاه. ولما بتوصل يوبريتا بتفضل تقول له إن أوفري لو كانت عايشة كانت هتبقى زعلانة على اللي هو عامله في نفسه ده، لحد دلوقتي مش بيلعب مع بنته ومش مهتم بيها، وبتطلب منه إنه يهتم بأوديت علشان تبقى هي الملكة المستقبلية. وفعلا بتقدر تخرجه من حزنه وبتخليه يشيل أوديت لأول مرة. بعد كده بنيجي للوقت الحالي وبنشوف الملكة يوبريتا وهي بتغني على مسرح مشهور والجمهور كله بيكون مبسوط بيها، لكنها بتغني باسم السيدة لاكرو، وبتكون لابسة قناع مغير شكلها علشان محدش يعرفها، وبيبقى معاها روجرز وبتقول له انها قررت تتنازل عن لقب الملكة وتعيش حياتها وسط الناس وتبقى مغنية وتفضل وسط الشهرة وحب الجمهور ليها. لكن روجرز بيقول لها ان ما ينفعش تسيب الحكم، خصوصا ان مفيش حد يمسك مكانها. بتقول له انها تجهز ديريك ابنها وأوديت انهم هما اللي ياخدوا المملكة بعد ما يتجوزوا ويحكموا مع بعض. ولما بتخرج يوبريتا علشان تركب العربية بتاعتها وتمشي بتقابل الملكة ويكسا، لكنها بتكون ما تعرفش ان دي يوبريتا وبتفضل تشكرها على اساس انها سيدة لاكرو، وبتقول لها انها اكبر معجبة بيها وبتطلب منها توقع ليها على ايديها بحبر مش بيتشال. ساعتها بتمضيلها على ايديها لكن باسم يوبريتا. الموضوع ده بيعصب ويكسام وبتخليها تقرر انها تنتقم منها. بعدها بتمشي يوبريتا وبترجع على القلعة مرة تانية وبتقول لديريك وأوديت انهم هيتجوزوا قريب ولازم يستعدوا للفرح ويستعدوا انهم يكونوا الملك والملكة الجداد. الاتنين بيكونوا خايفين في الاول وبيقولوا انهم مش مستعدين، لكن بعد كده بيبان عليهم انهم مبسوطين وبيبداوا في تجهيزات الفرح وبيبداوا يجمعوا في الازهار ويختاروا اللبس، وبيكون مع أوديت اصدقائها الحيوانات السلحفاة والضفدع والطائر. وفي الوقت ده بتروح أوديت وبتقف قدام صورة مامتها وبتفضل تقول لها ان كان نفسها تكون معاها في اليوم ده وتبقى جنبها. والصورة بتتكلم وبتقول لها انها معاها في كل مكان وحواليها طول الوقت وبتطمنها. الناحية التانية بنشوف الملكة ويكسام وهي رايحة عند حارس الكلاب الضالة وبتطلب منه انه يديها كل الكلاب اللي عنده. الحارس بيقول لها انها مش هتعرف تسيطر عليهم كلهم، لكنها بتقول له هي عارفة بتعمل ايه كويس، وبتطلب منه يسمع الكلام وينفذ اللي هي عايزاه. بعد كده بنروح ليوم الفرح وبنشوف التجهيزات اللي معمولة وكل الملوك والملكات موجودين ومستنيين اللحظة اللي يشوفوا فيها العريس والعروسة. وروجرز بيكون مجهز مفاجأة ليهم كلهم وبيستنى لحد غروب الشمس وبيبدأ يدور آلات وتروس من تحت الأرض وبيخلي كرة عملاقة تطلع من تحت الأرض وبيكون فيها الفرقة الموسيقية. بيظهر بساط طويل وشموع والملكة يوبريتا بتنزل من العربية بتاعتها علشان تمشي على البساط ده وتطلع وتاخد معاها ديريك وأوديت. بعدها تبدأ الفرقة الموسيقية انها تعزف الأغاني بتاعتها. ساعتها بتجمع ويكسام كل الكلاب اللي جابتها وبيكونوا واقفين ورا المسرح وبيعملوا نباح بصوت عالي وبيشوشوا على الفرقة، وبتكون ويكسام بتعمل كده علشان تعمل تشويش وتخلي شكل الفرقة وحش قدام كل الحاضرين. حارس الكلاب بيروح علشان يسكتهم وبيقدر فعلا انه يسيطر عليهم ويخليهم يكونوا هاديين. وويكسام لما بتشوف كده بتتعصب وبتقرر انها تنزل تحت الارض علشان تعطل التروس والآلات. بيروح الحيوانات صحاب أوديت علشان يمنعوها، لكنها بتضربهم وبتقدر انها تلعب في التروس وتغير اتجاه الحركة بتاعتهم وبتبوظ العرض اللي كان معمول في الفرح. لكن لحسن الحظ الضفدع بيحط حاجة تمنع ترس من الحركة وبيمنع ان المسرح كله يرجع تحت الارض. ولما بتحس يوبريتا انها محرجة ومكسوفة من اللي حصل بتكلم أوديت وبتقول ان الناس كلها لازم تفخر بالملكة يوبريتا وانها كانت جاية من عامة الشعب ولقت نفسها ملكة من غير ما تكون متربية في القصر الملكي، علشان كده لازم كل الناس تفخر بيها. وفعلا كل الناس بتفضل تسقف لها وبيشجعوها، والملكة يوبريتا بتفضل تشكر أوديت على الكلام اللي قالته عليها. بعدها بيكملوا مراسم تتويج الملك ديريك والملكة أوديت، وبيعملوا بعدها مراسم الفرح وبيرقصوا مع بعض وهم مبسوطين. وبيجي واحد من الخدم وبيقول ليوبريتا ان في واحد عايز يشوف موضوع مهم، ولما بتروح يوبريتا علشان تشوفه بتتفاجئ ان ماجنس الرسام وبيقول لها انه قدر يرسم صورة للملك ماكس ويوبريتا. بتشوف الصورة بتفرح بيها وبتقول له انها حست كأن ماكس لسه عايش وسطهم. وبيجي أوديت وديريك وهما الاثنين بيتفاجئوا بالصورة وبيفرحوا بيها هما كمان، وبيفضلوا هما الاثنين واقفين قدام الصورة يتأملوا فيها. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.